ممكن كده في الرحله دي نكمل الساعه، يبقى انا كده عامل 170 جنيه. العجله دي عايزه تزود شويه. شكلنا الفسحه الجميله دي. وصلت شبرا برضه بس هتتعب وضهرك هيوجعك. السلام عليكم ورحمه الله، اخواتي حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بتمنى لكم دايما الخير والرزق يا رب. النهارده ان شاء الله اول اربع من بعد العيد على طول. النهارده كنت نازل وعامل برنامج كده لنفسي ان انا في كل ساعه هعمل فيها قد ايه، والتوتال في الاخر هجمعه هيبقى عامل كام بالظبط. ولكن اللي حصل في اخر الفيديو بوظ لي كل الخطط، ولكن برضو انت في خلال الفيديو هيوصل لك الصوره كامله. ده غير طبعا الحاجات الخفيه اللي هي ممكن تكون مش واضحه لك، فانا حاولت في الفيديو ده برضو اوضحها لك عشان تبقى واخد الصوره كامله بالظبط. طب المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ المفروض نعمل لايك، نعمل كومنت، تعمل في دعوه حلوه كده من قلبك. طبعا ما تنساش لو انت مش مشترك اشترك عشان نكمل 25000 في وقت صغير جدا. اتمنى ليك مشاهده ممتعه ويلا بينا. يقول له في الطريق اليك. يا صباح الفل، عاملين ايه يا اخواتي؟ والله وحشني، دي اول نازله من بعد العيد. فمش عارف بقى هيكون في شغل النهارده ولا لا. طبعا لسه خارجين من عيد والناس صرفت وخلصت، وهيقعدوا بقى ايه يتفاصلوا معانا احنا. والله المستعان. انا لسه واخد رحله 10 كيلو ب 60 جنيه. خد يا طول له في اخر الشارع ده شمال، والشارع ده سوق. طب احنا ايه هنقف هنا كده على جنب ونستناه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى يا غالي. ايه؟ هتاكلنا ولا ايه؟ كده نزل على السلامة. ماشي كده خدنا 60 جنيه. حلو 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 حلو. بقى انا حطيت لك سلك تسيبها وتمشي مثلا. ايه يا استاذ؟ يا ابني لو جيب 60 جنيه يبقى جامد. حلو حلو. ليه الف اللفه دي كلها؟ ماخدها من السفريه من ورا، شيلهم من هنا اهو. ليه بقول حلو؟ اصل هو 10 كيلو، بعدين 10 كيلو على السريع، يعني 10 كيلو كله اسفلت في اسفلت، فالدنيا تبقى لذيذه. مش هياخد برضه معايا ان شاء الله يعني من ربع ساعه لتلت ساعه. يبقى انا ما كملتش مثلا ساعه عملت 120 جنيه، ده يبقى جامد. عامل قدام مني هنا في افريقيا. عمر تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله تعالى. خدها بس، خدها سواح احسن، سواح احسن. خليها سواح. هنا ولا هنطلع كباري ولا هننزل من كباري، والطريق بس عارف حلو. الكباري دي ما بتبقاش فيها تكسير، انا عشانك انت والله. هنا هتلاقي تكسير وهتلاقي كل شويه مطب ومش عارف ايه. فالتاني مرايه، هو كوبري بصراحه بس مرايه. عشان الزحمه بس. انا ساعات دايما بلاقي الكباري ساعات الاقيها واقفه، فبقول مش مستاهله يعني. ساعات بحب حبيبي يا مدير. طلطق الحمد لله على السلامه. باذن الله. والله يا راجل اهو. عايز كام؟ 40 ولا عايز 140؟ 150 والله.
250 حبيبي يا باشا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو اداني 210 خد 150 تمام. يبقى كده ايه خدنا 60. بص بقى الكاميرا كده نشوف الكاميرا شغالة من قد ايه. نقف في الضلات بقالي ساعة الا ربع عامل 120 جنيه. أنعم وأكرم. نقف هنا. العجلة دي عايزة تتزود شوية. العجلة عايزة تتزود شوية. ماشي نشوف لها بتاع عجلة يعني 7 كيلو 50 جنيه مش هنفتكر. اخده من ورا مني اوديه الجراج يسر السويس. كوبري علي باشا هينزلنا على العميل بالظبط واوديه محطة الجراج ان شاء الله. يعني ممكن كده في الرحلة دي نكمل الساعة يبقى انا كده عامل 170 جنيه. طبعا رقم عظيم بصراحة. برضه يا جدعان مفيش شغل سهل. يعني اوعى تفتكر ان انا عامل السعر دوت في الوقت ده فانت كده ايه يعني لو قعدت 12 ساعة هتعمل كذا. انا ما اقدرش اقعد 12 ساعة. انا بشتغل 4 ساعات واخر 5 ساعات وكل ساعة غير التانية. يعني يا ريت كل الساعات كده، لا كل ساعة بتبقى غير التانية. فكر فيها هتلاقيني عامل 3 رحلات و3 رحلات كبار. فانت بتحس ان انت في الساعة الواحدة لفيت القاهرة وانت لسه بقالك ساعة. قول لي ازاي هتقدر تقعد 12 ساعة و10 ساعات و8 ساعات والكلام الوهم اللي انت بتقوله. ممكن تعملها في اول صحتك على المكنة يعني اول شهر شهرين بس هتتعب وضهرك هيوجعك. برضه بعرفك عشان ما تشوفش الحياة وردي قوي. يعني مفيش شغل ما فيهوش تعب، مفيش شغل ما فيهوش شقة. يا رب زياد ده يبقى خفيف كده عشان عايز ازود العجل. يا رب زياد يبقى خفيف عشان عايز ازود العجل اللي ورا. يلا يا باشا. يلا بينا. ماشي. حسيت بيها لما هو قال. لا انا عارف ان انا عايز ازود وانا كنت ببص على حد عندكم وانا جاي لك ما لقيتش. فقلت يا عادي هي مريحه شويه بس عادي يعني. بس المفروض انا اللي احس بيها مش انت. ايه؟ المفروض انا اللي احس بيها مش انت. ايوه انت تحس بيها بس انا انا فاهم؟ لا انا احس بيها ان المكنه ما بتجريش قوي يعني فاهمني مريحه شويه بس لان هي مش نايمه هي مريحه شويه. بخرج مع فيسبا برضه بس عشان راعي المشوار ده مش عارف اركنها فين فاهم؟ قلت هي بقى اقعد اسيبها ولا اجرشها ولا اوديها هنا فلا ده سواي احسن. بشوات الفيزا دي متعود على مكنه ولا متعود حاجه ما بمشي من كده. دي حقيقه. حاطط الجروب في الخوذه؟ صور بقى بتعمل فيديوهات هنا كده. الحمد لله على السلامة. ماشي يا باشا. حياة مدير. ايوه طالع. تعالى. عايزين نقف في الظل فمفيش ظل غير على الشمال عشان كوبري هيبقى فوق مننا. نقف على الشمال. طبعا غلط اصلا ان الواحد يقف على الشمال بس هي الحته دي بطيئه بسبب ان ده محطه يعني. طب ليه؟ شكل مش عاجبك ولا ايه؟
تعالى لي. انا مش عارف هو قاعد ينتظر ايه بصراحة يعني. امي هو صلاح ده ورايا، بس انا يعني المشوار طويل، احب ازود العجله بس مش عارف ازودها فين هنا. يا رب يبقى هو خفيف بس. المشوار ده هيظبط بقى معايا الساعة التانية، يعني انا مثلا حققت مثلا في ساعة وربع 170، فده هاخد 100، فانا في خلال الساعتين وممكن يكون اقل من ساعتين كمان ابقى انا عامل 270. طبعا الشغل النهارده كده معناه انه حلو قوي، ما بقاش فيه الكلام ده. هو هنا في المستودع ده ولا ايه؟ هو ده. السلام عليكم. بشوية عايز انا بص لك العربيه فين؟ التريلا اللي واقفه جنب دي. والله قلت ليه هو بيشاور لي وهو داخل المستودع، فقلت يمكن ما بيشاورليش انا. يا حبيبي بيشاور لي عليك. ربنا يستر عليك. الله يبارك لك، عايزك يا رب. عارف انت بجام والكلام ده؟ لا انا عارف. في شارع ال 50 بعد الكشري العسكري. شارع 50 عند الكشري العسكري. الله يرد عليه يقول له ما فيش. معانا كده في هنا. بيقول لو كده استناني الساعه ديت، قلت له يا عم انا استنى ساعه في الجو والارض وهكذا. ده حقيقي. انت عايز اول العجله اللي ورا ديت؟ لا مؤاخذة. لا هي نايمة شوية بس، قلت ايه عشان الطريق طويل. ايه؟ صورك يا عم وانت. هتزودها شوية بس. هي ما فيهاش حاجة. قدام تمام. يلا يا باشا. كوبري الثلاجة ده. سلام عليك برنس. أنا من هناك. أنا من هناك. بجد والله. 25. كمان ب 25. طب ورينا بقى الفوز يمكن اعرفها. على فكرة ممكن ما يطولش من العماير اللي جنبه. لو قدموا فيه شكوى هيودوه في داهية. ريحته غبية. بعدين بص دلوقتي الأول كان عايش لوحده، دلوقتي بص العماير كتير جنب منه. الريحة بتوصل لحد هنا. خش هنا انا لسه مسافر. ايوه انا عندي شغل والله يا عم. ما جاتش على مشروع سريع كده وبتاع. والله عندي شغل. الله يعزك. الله يبارك لك والله. والله العظيم الله يبارك لك. مش هينفع والله. والله العظيم عندي شغل. يا عم ماشي، ما جاتش من دقيقتين. اخ عليا. حبيبي كبير. ماشي مدير. حبيبي يا باشا. الله يبارك لك. انا محرج والله. مش هينفع. لا على ايه يا عم، والله خد بس. خد بالله عليك. بالله عليك. طب الراجل صمم يعزمنا يا جدعان. حلو قوي المشوار ده. عامل 50 جنيه 7 كيلو. هاخده من جنب من هنا، هروح شارع شبرا. الراجل ما سابنيش والله يا جدعان لما عزمني على عناب. يعني راجل قمة الاحترام والذوق، ويعني مش عايز اقول لكم والله كان قعدته زي العسل. في ناس بتكلم معاه بلاقيها برضو من حلقتين 3 فاتوا، برضو واحد صمم ان هو يعزمني على كوبايه شاي وقعدت معاه على القهوه. انا مش ببقى عايز اقعد والله، مش عايز اكلفه، فما تقوليش شيء ادفع انت. ده يتخانق معاك. انا ببقى عارف الناس دي عندها كده ذوق رهيب يعني.
بس هو انا بقى اتكلمت معاه شويه، حب يقعد معايا ويتكلم معايا وبتاع. بتبقى ناس كده والله من اللي هي بتتعدى على الصوابع. كل اللي عاملينه قدامي هنا شويه هو اللي واقف على اول الشارع هناك ده، طبعا مستعجل عايز نجري. اسمه ايه؟ محمد. السلام عليكم. مش عايزين يخرجوه غير على ايد محامي ولا ايه؟ لا هو نزل بس مركزي بيحصل شويه. معاك عليا مش عارف اقول لك معاك عليا حتى بس عايز اقول لك مش عارف اقول ايه بعد ما نزلتوني انا نفسني لا وانا شويه فرق شويه كده فكرت لقيت بقى اللي هو لازم تنزل بدأ بقى. يشتغل قلت بس ومحتاجيني وقت دلوقتي. اه الحمد لله على السلامة. شاكرين على وصلت الفسحه شبرا. الجميله دي. وصلت شبرا برضه. شاكرين على وصلت الفسحه شبرا. الجميله دي. وصلت شبرا برضه. والله انا مش عارف اقول لك ايه على الفسحه دي. خلاص بقى خلي بقى. فلفت دي لفه حلوه بجد ما كنتش عارف اعمل ايه. كنت محتاج اللفة دي. انا كان عندي اكتئاب رهيب. لو وصلت مع لحد هنا صلى الله عليه الحمد لله اليوم النهارده عدى على خير. الراجل اللي عزمنا على العناب ده يا جماعه ده اللي بوظ لي اليوم وبوظ لي الخطه بتاعتي، لانه هو جنب البيت عندي بالظبط، فانا خلاص يعني قربني من البيت وقعدني، فانا كسلت اكتر بصراحه. لما انا قعدت حوالي ساعه معاه ولما خرجت قلت لا لازم اكمل الفيديو واقدر اكمل البرنامج بتاعي. مع اول رحله خدتها زي ما انتم شفتوا كده انا خدته مشيت بيه شويه، ممكن يكون ده اللي ما كانش واضح قد كده، فرجعت بيه تاني وصلته لحد المنطقه اللي هو كان واصل فيها بالظبط. حتى هو بيقول لي شكرا على الفسحه الجميله دي عشان جات له تليفون والمشوار اتلغى يعني. المهم فلقيت نفسي هنا قلت لا خلاص بقى انا كده يعني ما فيش شغل تاني. فاتمنى يكون الفيديو عجبك، اتمنى تكون عملت لي لايك، طبعا عليك اي استفسار ما تنساش تكتبه لي في الكومنتات تحت، تعرف انا برد على كل الكومنتات. سيبكم في رعايه الله، بحبكم في الله، يلا سلام.